بابا الحمد لله لحقناك وجبناك العياده اهو. ما تخافش يا بابا، ان شاء الله هتبقى كويس، بس بلاش نظره الحزن اللي في عينيك ديت يعني. تمسك بالحياه، ما تستسلمش للمرض. بابا انت دايما عودتني على كده. اصل انا قالوا لي بره وما صدقتش. انتوا جايين مخصوص عشان الفار ده فعلا؟ عشان فاضي. ماشي. حضرتك في ايه؟ حضرتك حاجه هو احنا جايبينه مستشفى اليوم الواحد؟ ما احنا جايبينه لعياده الدكتور بيطري. ماشي يعني اللي انتوا عايزينه. طب حضرتك يلا عالجه بسرعه، عالجه لنا بسرعه، شوف عنده ايه، يلا بسرعه. اعمل ايه يا ابني؟ ده ب 35 جنيه. انتوا دافعين كام بره عشان تدخلوا؟ 150 جنيه. اطلع خد ال 150 جنيه، جيب 6 7 فيران يقعدوا يلعبوا معاه، هيفوقوه، هيبقى زي الفل. 6 7 فران ايه؟ احنا عايزين الفار ده، يلا عالجه بسرعه، بوس ايدك، اعمل اي حاجه، اديله صدمات كهربائيه، هات حجرين قلم وشرزهم له كده، اعمل اي حاجه. بعد اذنك اهدى، عشان انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. ماشي؟ في حيوانات بره كتير اهم وحالتها اخطر، فانتوا شايفين ايه؟ انا شايف برضو يا دكتور ان ده حيوان برضو وحالته خطيره. ما تقولش عليه كده لا يزعل. يا دكتور يعني عالجه باي طريقه، احنا مش هنقول لك انت بتعمل ايه، اعمل اي حاجه. انا عندنا حل بقى. اتفضل الحقني بيه، ابوس ايدك الحقني خلاص يا بالحل. حبيبي، اهدى مالك في ايه؟ حوار. بص، ليكوا في الحمام؟ ايه؟ الحمام ليكوا في الحلو؟ لينا في الحمام. ليكوا في الحمام. ماشي، احنا نجيب شويه حمام نربيهم ونصفر لهم ويجوا لنا، وبرضه ينفعوكوا في غدوه حلوه، في عشوه حلوه، مش فاهم. عشوة حلوه ايه وحمام ايه يا سيدي؟ احنا عاوزين الفار دوت مهتمين بيه، احنا يا سيدي دماغنا فراني. وانت دماغك فراني برضه؟ دماغي فرق، ما انت شايف لابس ايه اهو. الضحك حلو، احنا عايزينه بقى يقوم ويضحك معانا كده. طيب بصراحه انتوا صعبانين عليا، يعني انا شايفكم مهتمين بيه قوي وخايفين عليه وبتاع، فانا عايز اقول لكم معلومه يعني. الفرد ما بيعيش كتير بصراحه بقى. ما بيعيش كتير يعني ما بيعيش كتير؟ لا، ما بيعيش كتير. اعمل اي حاجه ارجوك انقذه. يا حبيبي بص يا دكتور، اتصرف، اعمل اي حاجه، بص ايدك. بص يا دكتور، لو حضرتك مكسوف تقول ان انت مش عارف تعالجه مفيش مشكله، احنا ممكن نسفره اي دوله نعالجه هناك، بس قول لنا نوديه فين بالظبط. اي حته ان شاء الله نوديه وادي فران. ايه الغباوه دي؟ يا وادي فران ده مسلسل. هو ده مش مكانه؟ لا. ايه ده؟ عشان انت مفاجئني بصراحه. طب يلا فاجئني انت، يلا وعالجه بقى. هفاجئك، انا عندي حل. اخر حل ده. الحقني بيه. انا عندي كلب جولدن ب 5000 جنيه. ماشي؟ تجيبوه برضه وتسفروا له يجيلكوا، وكلب بيت ويلعب مع الاطفال وزي العسل، مش فاضي. طب ما نعالج الفار ونصفر له ويجي لنا برضه. وبعدين الجولدن ده شرس اصلا. شرس ايه؟ جولدن ده كلب عبيط بتاع بيت بيقعد يلعب وخلاص. يعني نجيبه؟ نجيب ايه؟ الله يا عم ينتقم انت منك دلوقتي؟ يا هادي. انت دماغك يا ابني عايز ايه يا ابني؟ ما تخلص. بص يا دكتور، حضرتك ممكن تعملوا عمليه تجميل وخليه لنا شبه الصوره دي. انت قلت له حاجه بتضحك ولا ايه؟ في ايه؟ نسخه من الفار فعلا. ايوه، ما هم نفس الفصيله. ماشي ينفع اعمل عمليه تجميل. بجد؟ اه. كتر خيرك. طب يلا نجدنا بقى. بس انا يعني هحتاجكم معايا في العمليه. ماشي، احنا تحت امرك. اتفضل. ماشي؟ طبعا. طيب انا يعني هحتاج شويه جلد من فخادك. فخادي كلها تحت امرك بس ننقذه. حلو ماشي، وشويه جلد من فخادك انت كمان. من فخادي ليه؟ ما انت هتاخد من فخادي. انا هاخد شويه جلد من فخادي انا شخصيا. كتر خيرك، هتدينا من فخادك. هنرقع وش الفار هيبقى شبه الصوره بالظبط. الحمد لله، كتر خيرك. طب ما قلتليش ليه من الاول؟ ما هو انت لو كنت وريتني الصوره من الاول انا كنت قلت لك انا ما كده. كنتش عارف والله، كنت وريتها وانا ما لك. كنت شفت الصوره والله. طب يلا. في حاجه بس يعني اهدى بقى عشان اقولها لك، اخر حاجه قول لي. بس. مش لاحق. حجمه هيفضل زي الفرد كده بس صغير برضه حلو. طب ما تاخد حته كبيره من فخادنا وتخليه بالحجم الطبيعي. مش مشكله مش مشكله، خليه صغير مش مشكله. ماشي موافقين. امشي اطلع بره ولا ليه؟ امشي اطلع بره. وهو يقعد عادي؟ انتوا الاثنين تمشوا تطلعوا بره وتاخدوا الفار معاكم وتطلعوا بره. ليه كده يا دكتور؟ في ايه؟ يلا ليه؟ حاضر يلا اطلع بره. حاضر. هبت ليه كده بقى؟ احنا في مصيبه. يلا عبيط يلا. الفار اللي بيموت ده. فراني معلش هناخدك نوديك احسن حته في الدنيا. متشكرين يا دكتور. يلا اطلع بره. كتر خيرك يا دكتور. طب والعمل؟ ما هو اكيد في حل. العمل عمل ربنا، يعني هو في حد حصل له كده قبل كده عشان نساله انت عملت ايه؟ بابا صح، انت لازم تكلم ماما دلوقتي عشان تطمن عليك. لا مش هكلمها. ليه بس يا حاج؟ يا ابني دي مدت ايديها عليا، وانا اللي ليا فوق 30 سنه متجوزها عمري ما مديت ايدي عليها ولا هنتها. يعني هي حاجه كانت تعرف المصيبه اللي احنا فيها دي يعني؟ ماما مش لازم تعرف اي حاجه. وانت يا نور، خد عربيه ابوك اركنها بعيد عن البيت عشان ما تشوفهاش خالص، لان هي فاهمه ان ابوك مسافر بالعربيه. ماشي. طيب هات اكلمها. اخلص، بتعمل ايه؟ بحول لي رصيد. من موبايل ابوك؟ انت بتسخنه، ده هي 10 جنيه. طب حول لي انا كمان. حولت لك. ماشي. هو محتاج يسخني؟
مفيش حاجه يا بابا بقى. امسك. الو. يوسف انت فين؟ ازيك يا هاتم؟ كده تسافر لا حس ولا خبر؟ دي أول مرة تعملها. معلش يا حبيبتي غصب عني، دي حصلت فجأة. طب هترجع امتى؟ علمك. وتليفونك كان مقفول ليه؟ اصل المكان اللي انا فيه ما فيهوش شبكة، انا في سيوة. طيب يا حبيبي خلي بالك من نفسك، ربنا معاك. الا قولي لي يا هاتم، تاخدي الدواء ولا لا؟ انت نمت امبارح من غير ما تاخديه. نسيت، راحت عليا اللي النوم. انت بتقوله ده يا بابا ما تقول لها احسن ان انت بقيت فار. ايه رايك اقول لها؟ بس انت عرفت منين؟ توقعت يا حبيبتي، ما انا حافظك. خدي بالك من صحتك. حاضر يا حبيبي، سلام. انا قلقان. ما تقلقش يا بابا، ان شاء الله هنلاقي حل. لو جرالي حاجة ابقوا خلوا بالكم من امكم. لو جرالك ايه هيجرى لك ايه تاني يا بابا؟ هيجرى لك ايه اكتر من اللي انت فيه يعني؟ انت يا لا، ابني لا. مجنون، مش كل شويه تقول له الكلام مش ده. سامع بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو جرالي حاجه. خلاص يا اخي، خلاص يا بابا احنا اسفين. شوف، صح. يا نهار ابيض، انا ازاي فاتني الميعاد ده؟ ميعاد ايه؟ ابو ليلى مستنيني عشان اروح اخطبها. نعم، هو انت بتخطب ليلى من غير ما تاخد اذن ياض؟ ما هو يا بابا مش خطوبه يعني، انا كنت رايح اربط كلام. البت هتطير مني ان شاء الله، في الفرح هبقى اخدك. ليه يا حبيبي؟ انت ناوي تروح من غيري؟ رجل على رجلك ان شاء الله، دي اول فرحتي. ماشي، بس نروح البيت نغير، مش هينفع اروح اقابل الراجل بالمنظر ده. بالظبط. وانت كمان يا بابا تروح كده تلبس بدله حلوه شيك كده. بدله ايه؟ واحنا لسه هنفصل له بدله؟ بقول لك الراجل قاعد مستنيني وانا متاخر عليه. هيروح بالمنظر ده يعني؟ خلاص هحطه في جيبي، هحطك في جيبي بس ما تتحركش. حاضر. انت ضامن ابوك؟ بقول لك في جيبي. بابا صح، اي حد معدي في الشارع ابقى هز دماغك كده زي الكلاب اللي في التكوسه، عشان ما حدش يقول علينا مجانين ونرجع المستشفى تاني. حاضر. تسلم ايدك يا ست البنات. عنك. بقول لك ايه يا نور، إيه؟ مش هوصيك، عايزاك تسيس بابا على قد ما تقدر يعني، ها؟ ازاي يعني؟ اصل هو دماغه ناشفه قوي، بيحبني جدا ومش عايزني اتجوز، وعايزني على طول ابقى قاعده معاه كده يعني. طب وانت ما قلتليش ليه؟ معلش خده على قد عقله وسايسه بس. هو انا هاخده على قد عقله ازاي؟ ده انت ما قلتيش ليه من الاول؟ معلش، عاجبك كده يا عمر؟ معلش. ايه ده بقى؟ ما تتوترش كده. متوتر جدا، انا اول مره. انا موجود معاك. بس ايه الشياكه دي؟ حلوه قوي الالوان اللي انت لابسها يعني، يخرب بجد؟ البيت كده. وانت برضه لبسك حلو قوي. كلفت. بس اعملي حسابك بعد الجواز مفيش الشيفون دوت، احنا كده تقلعيه على طول، احنا ماشي. كده يا ابيض يا اسود. ماشي، لا، موافقة. ما عندناش. برافو عليك يا نور، ذوقك حلو وعرفت تختار. إيه، هو انت اول مره تشوفها؟ لا يعني كانت نظره عابره كده، بس ما لاحظتش ان نصها شوكولاته ونصها فاكهه. لا يا ابني، هي من فوق تبان انها فاكهه بس من تحت مفيش شوكولاته، لابسه تحت أسود. ايه؟ بتكلم على التورته اللي انت جبتها. التورته، هو اي حد جبته؟ انت جبته معاك ليه ده؟ اخويا الكبير إيه اللي جبته. واد بيفهم، جاب نصها شوكولاته ونصها فاكهه. لسه في الشوكولاته. عشان كان ممكن يبقى في واحد رخم في العيله ما بيحبش الشوكولاته فعنده فاكهه عشان ما يتلككش. انت ليه واد بيفهم. ما تبقاش حمقي كده، في ايه؟ بابا بابا بيرجع تقريبا. بابا جه زي ما وصيتك، ها؟ اهلا وسهلا. أهلاً. بحبايبي الحلوين. أهلاً وسهلاً. والله حضرتك. ليك وحشه. اهلا وسهلا. أهلاً. منورين يا اولاد. ادخلي جوه يا ليلى. حاضر يا بابا. سيبها تطري القعده. لا، ما انا هطري لكم القعده بدلا منها. اتفضلوا اقعدوا يا اولاد. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا. اتاب البيت نور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عم. اهلا بيك. امال الحاج ما جاش معاكم ليه؟ لا جه. هو كان نفسه يجي. وماله يا ابني، كلنا بيبقى عندنا ظروف. اخوك الكبير موجود وسداد برضه. سداد ايه؟ لا انا مش هدفع حاجه، انتوا جايبيني تقلبوني. مش قصده. لا انا ما اقصدش تدفع حاجه، دي دباجه في الكلام. دباجه في الكلام. أيوة. اذا كان كده بقى يا عمي فاحنا هو اسمه ايه؟ دي باجة. مراد. عم بص بقى يا عم مراد، بقى خير في سلامه وسلامه في خير، واللي اوله شرط اخره نور. نعم. لا يا حبيبي ما استغناش، ده المثل هو اللي اوله شرط. اه وطبعا المثل بيقول ايه؟ اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، ولازم برضو تبقى عارف كل حاجه علشان نبقى على نور. نعم. يا حبيبي هو المثل كده. امال انت حاشرني ليه في كل امثال؟ ما انت العريس لازم تلاقي نفسك. انا متوتر جدا يا عمر، اقف جنبي. يا حبيبي انا اول مره اخطب. امال انا جاي ليه؟ يلا جاي لك حبيبي، طمن جوه. وطبعا احنا لو لفينا الدنيا دي كلها شرقها وغربها مش هنلاقي اشرف ولا اطهر من عيله ليلى مراد علشان نيجي نناسبها.